طريقة الكباب العراقي بس مو الأصلية، بالبيت. لحم بقر مثروم، ما بي لا شحم ولا دهن. راح أخليها بالعجانة بصلاية كاملة نحن بشر بلش. راح استخدم هاي الوسطى اللي بيها زروف، استخدم هاي هنا كاسة، دخل هاي بيها ونزل بصل بيها. راح اشيله سد على نفسه واعصره كل الزين. راح انزل البصلاية المعاد تصنيعها ويا اللحم. جزء من بقصماية راح اخذها واطحنها واذبها وياهم، وهذا الطحين. لحمنا لا بيدهن ولا شحم، راح اخليه له زبد حيواني. بهاراتنا بسيطة، فلفل اسود، قرفة وهيل. اخر شيء سيد المائدة الملح، واخبط يا حلو وروح فالك. السر هنا بالخبط، 7 إلى 10 دقائق منطخة، خليها تفتار تخبط. ورا 5 دقائق من العجن نخلي ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. هذا لحمنا جاهز، نزله بتبسي بورق زبدة، نجي نفرشه. ورا ما فرشناه نجي نسوي الكبابات مالتنا. صبع بصبعنا هيجي هاف واي، ناخذه على الفرن مشغلين الجو على شيء لمدة 3 ساعة، وبعدين نقلبه ونخليه فوق لمدة 3 ساعة لو بس فوق. ريد اول حول على قرض، شيله خليه فوق. قلت لكم 20 دقيقة كل صفحة، ما يتحمل يا جماعة. 7 دقائق إلى 10 دقائق كل وجه. كبابنا خليناه بالماعون ورا ما طلعناه من الفرن، واكيد هو وحار نخلي عليه سماك. نزينه بالبقدونس والبصل المثروم شوية. او شوفوا الكباب شلون طلع ويانا، رهيب. ونجي نذوقه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما بي شحم فصحي، بس ويا الزبد للاص الامور. بس يلا مو مشكله نجرب. كباب البيت ماكو مثله، طيب كلش طيب. تحس باللحم مو كله هيك شحم وليه وما اعرف شنو. زين طعم خيالي، مكاكم خالي.